رغم تشكيلة الزمالك اللي ابتدى بيها المباراة الغريبة اللي بقاله اسوريو يعني ده تالت ماتش او رابع ماتش مستمر على التشكيلة الاغرب اللي بتميل شوية لتشكيلة مان سيتي، ولكن هي على ارض الواقع ملهاش اي علاقة بالمان سيتي اطلاقا. الزمالك قدر يكسب في مباراة كانت صعبة عشان طلائع الجيش ميت على المباراة لان الراجل بيصارع الهبوط، كل نقطة بتفرق معاه. عشان كده في المباراة دي كان يعني نقدر نقول عماد النحاس ده مقفل كل حاجه في الملعب عشان الزمالك ما يعرفش يلعب عليها. كلام في الكوره مع احمد نصر. اعمل لايك للفيديو، سبسكرايب او اشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. التشكيله اللي ابتدى بيها الزمالك هي تشكيله غريبه جدا، وانا ما اعرفش ليه اسوريو مستمر عليها. التصريح اللي قاله بعد المباراه قال ان هو هيكمل في التشكيله ديت حتى لو قابل الفرق الكبيره. ومن هنا انت ممكن تكتب 5 كتير وتقول الفاظ كتيره جدا وتعمل اللي انت عايزه. اي فرقه في الدوري المصري عندها هجوم شرس هي حاجه واحده بس اللي هتلعب عليها، الا وهي الكرات الطويله. واللهم صل على النبي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. عندك حسام عبد المجيد وحاتم سكر وحمزه المسلوسي، اطولهم هو حسام عبد المجيد، اضعفهم حسام عبد المجيد. يعني سيبك من ان هو حط الجون، لا، لكن حسام عبد المجيد ما ينفعش مدافع شاب. يعني حتى مش هنقول ان هو الشاب اللي ممكن ان انت تعتمد عليه، يعني هو مش الشاب اللي انت ممكن تعتمد عليه، فما بالك اصلا ما ينفعش دفاع بحجم وقدر نادي الزمالك يكون اللي شايله 2 شباب، يعني وواحد اصلا بيلعب باك رايت، ولما بتحب ان انت توظفه بتحطه يعني ديفندر. انا مش فاهم اسوريو النظره الثاقبه في اللعيبه دي يعني عملها ازاي. يعني انت تخيلتها ازاي التشكيله دي؟ ولما احمد فتوح يرجع ينزل في نص الملعب، يعني انت عندك في الحراسه محمد صبحي، على يمينه حمزه المسلوسي، في القلب حسام عبد المجيد لوحده، على شماله حاتم سكر. الثلاثه دول بيلعبوا في الملعب 3 قلب دفاع. في اليمين خالص واخد الجناح رايح راجع يعني سيد نيمار. في الشمال خالص مصطفى شلبي او ممكن نقول ابراهيم نضاي. تمام. احمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري الاثنين اللي قدام. تشكيله غريبه، تشكيله غريبه. انت عندك 4 في التلت الامامي، انت مش عارف هم يعني انت هتوظفهم ازاي. بتلعب بديفندر دونجا، يعني انت عندك 2 ديفندرات، هو دونجا فتوح والباقي كله قدامي. حط زي ما انت عايز تحط، عايز تحط شلبي هنا بقى، حط نيمار هنا، عايز تحط لخبطيطه غريبه بكل المقاييس. كمان المباراه دي الزمالك كان بيلعب على حاجه واحده بس، الا وهي ان الكرات العرضيه، ومن الواضح ان هم كان السلاح ده اللي متدربين عليه مش اكتر. اغلب الكرات العرضيه اللي في الشوط الاولاني ما كانتش هي اللي ممكن تكون الاثمر، او اللي هي ممكن تكون اللي بتخليك يعني ده الكارت الرابح ده في الشوط الاولاني. وده مش عشان الزمالك لعبها سيء، لا، ده عشان كان سيف الدين الجزيري مش موفق في اختيار الاماكن اللي ممكن يستغل من خلالها العرضيات دي. كمان احنا شفنا حاجة مفاجأة جدا، وانا يعني من الناس اللي كنت بهاجم قوي اللاعب ده في لاعب انا ما كنتش اتوقع ولا كان بالنسبة لي يستحق اي فلوس تدفع فيه تماما، الا وهو مصطفى شلبي. بصراحة مصطفى شلبي اول مباراة بالنسبة لي انا كزملكاوي او كمشجع او يعني متفرج على كورة، اول مباراة احس من خلالها ان مصطفى شلبي ده عنده حاجة جامدة جدا بس لسه ما ظهرتش. اللعيبة دي في الاول وفي الاخر هم بشر، فانا دلوقتي ابتديت ابص للعيبة بتاعت الزمالك سواء كانت صفقات قديمة او صفقات جديدة بنظرة مختلفة تماما. مصطفى شلبي خلاني اعيد حساباتي مرة اخرى في كل اللعيبة، رغم ان هم بالنسبة لي وما زالوا لعيبة سيئة، الى ان انت لحد دلوقتي يعني موفرتش العوامل المساعدة اللي تطلع لعيب. ايه هي العوامل المساعدة اللي ممكن تطلع لعيب كورة ناجح لنادي ممكن يوفر لك بطولات؟ هي حاجات قليلة قوي. اول حاجة استقرار فني، لا خلينا نبتديها صح. اول حاجة استقرار اداري، والاداري يعني ماديات.
بس وفر لي فلوس، الاداره بتوفر لي فلوس وامان وحمايه من اي حاجه تانية. ثانيا استقرار فني، مدير فني يكون بدأ معايا الموسم وبيفنش معايا الموسم. تالت حاجه لعيبه وكواليتي كويسه، فاللعيب ما عندوش كل ده. يعني اللعيب ما عندوش كل ده، ولا هو شايف لعيب اجمد منه فيشيله. دي رقم واحد. رقم اتنين، هو مفيش مدير فني مشي معايا. انت الموسم ابتدى بفريرا، يوسف اسامه نبيه، فريرا، اسوريو، لا ده في كمان عبد الظاهر السقا اللي ظهر في النص ده مش عارف اسمه ايه. عامه يعني التخبط الاداري ادى الى تخبط فني، ظهرت النتيجه في الملعب. طيب في حاجه في الزمالك هي اللي مش بتتاثر بالكلام ده، الا وهي العاب الصالات. لان العاب الصالات في الزمالك هي الناس دي ولاد ناس اصلا، يعني هم مش مستنيين المليون ولا 2 مليون، لكن اللعيبه ممكن مجرد ما يقفش فلوس على طول تلاقي بقى قسط شقه، قسط فيلا، قسط عربيه. فهو راجل انت ما فضتلوش دماغه انه يلعب كوره فتقدر تقيمه في الكوره. لا هو دماغه مشغوله، يا ترى هاخد المرتب امتى، يا ترى الاعلام هيهاجمني امتى، يا ترى بقى الزملكاويه وجمهور الزملكاوي هيدعمني ولا لا. في 50 حوار داير في دماغه. فانا دلوقتي ما بقتش اقيم لعيبه نادي الزمالك في مستوى فني بس، لان انت ما وفرتلوش المساحه ولا الطريقه اللي تقدر من خلالها تقيمه فنيا فقط. يعني انا ما وفرتلكش كل عوامل المساعده عشان في الاخر اقول عليك لا انت لعيب فاشل. انا اديتك كل حاجه. فبالتالي مصطفى شلبي سوري اللي انا شفته النهارده، لا الراجل يعني ايجابي، عمل اسيست، كان ممكن يجيب جون واتنين، 1-على-1 بيتفوق، 2-على-1 بيتفوق، لا عنده كتير، لا عنده كتير. والجميل ان انا ما عاندتش مع نفسي. يعني انا كنفسي كنت متصارح مع نفسي. لما كنت شايفه وحش كنت مستغرب ان هو بياخد فلوس ليه اصلا في الزمالك، بعيد عن الرقم بتاعه. يعني هو كان الرقم بتاعه عالي، الرقم بتاعه قليل، لا انا مستغرب ان هو بياخد فلوس اصلا ليه في الزمالك. بس دلوقتي لا هو لسه عنده لعيب مجتهد وهيجي، لسه عنده كتير كمان. وده كان المكسب من المباراه. ايه اللي خلاني اقدر اقول ان الزمالك في الماتش ده بقى بيلعب على العرضيات؟ ان لقيت مصطفى شلبي، سيد نيمار، حمزه المسلوسي، اي لاعب مجرد ما انه بيطرف ما بيعملش اي حاجه غير العرضيه. رغم انه ممكن يكون ليه 50 حل تاني. يعني انت وانت بتتفرج او انت عارف يعني وانت ليك في الكوره شويه تلاقي ان انت ممكن تتباصل تحت، ممكن تلعب في قلب الملعب، ممكن تتلعب اي حاجه تانية غير العرضيه عادي. يعني مش شرط، هي مش لوجيك ان كل كوره في جناب الملعب تلعب عرضيه بس، لا بتلعب حاجات تانية كتير. بس لقيت ان لعيبه الزمالك جنب الملعب مش جنب الملعب عرضيات. شيكابالا نازل الشوط الثاني عارف هو بياخد يلف وسطه يرفع عينه اوفر، هنا اوفر، هنا اوفر، هنا اوفر. فالاوفرات دي كنت حاسس من خلالها ان الزمالك ما عندوش حل تاني غير الاوفرات. ان يسيب ابراهيم انضاي في الملعب، وان يسحب سيف الدين الجزيري وما ينزلش سامسونج. يعني خلي بالك هو بقاله فتره عمال ينزل سامسونج، ففي قصه انه ما ينزلش سامسونج وينزل ناصر المنسي اعرف كده ان ايه، في فكره احنا عايزين نلعب على الكرات العاليه. واصبح نادي الزمالك النقطه الضعف اللي كانت عنده والنقطه السوداء دفاعيا هي اصبحت النقطه المضيئه هجوميا، الا وهي العرضيات. العرضيات عند الزمالك كارثيه، لان حمزه المسلوسي وحاتم سكر الاثنين قصيرين، ما همش غير حسام عبد المجيد واللي هو برده مش بكفاءه عاليه ان يشيل الاثنين دول. دي نقطه ضعف كبيره جدا. نفس الكلام بقى انت عندك دلوقتي في الصندوق ابراهيم انضاي، سيف الدين الجزيري، واحمد سيد زيزو، وكمان ناصر منسي على الدكه. الاربعه دول يقدروا يوفروا لك او ينفذوا الخطه اللي انت عايزها. وبكده اكون انا خلصت كلامي عن المباراه اللي كانت ملعبكه لحد اخر 5 دقايق، والحمد لله الزمالك قدر يتفوق فيها. كان معاكم احمد نصر، الى اللقاء.